عمرو الدرديري ارخص بني ادم شفته في حياتي طبعا، مع شله قناه الزمالك. طالع امبارح بيتكلم في بوست انا لسه شايفه دلوقتي. البوست بيقول هو المفروض اللي هو كوميكس يعني، ونضحك وهيه وكركر، بس هو مش عارف معناه. بيقول لك المراسل: لماذا الهجوم الدائم منكم على رمضان صبحي؟ مشجع اهلاوي راح قايل له لانه ساب الاهلي وراح الاسيوطي عشان الجنيه. المراسل قال له: وانتوا سبتوا مصر وجيتوا تشتغلوا في الامارات عشان ايه؟ راح المشجع الاهلاوي قال له: عشان الدرهم الاماراتي مش عشان الجنيه. فطبعا المفروض مننا احنا لما نقرا الكوميكس الفشيخ دوت من الرخيص عمرو الجرجيري، المفروض ان احنا نقول ونضحك. طبعا دي اهانة كاملة لجميع المغتربين خارج مصر. جميع المغتربين في مصر ده اهانة ليهم. دي حاجة هو مش عارف معناها ولا هيعرف معناها. المغتربين اللي انا واحد منهم في دولة الكويت، المغتربين اللي انا طالع دلوقتي بتكلم من مكان عملي زي ما انتوا شايفين، سلك على حيطة وسلم ورايا وسليبر وشامبوات، شغال عامل شغلنا في بلدي. لو اشتغلتها ممكن اشتغل ب1000 جنيه، 1500 واتهزق كمان، ويقول لي شيل يلا وروح يلا وتعال يلا. فطبعا هاني الدرديري ولا عمرو الجرجيري ولا عمرو الدرديري ارخص ما شفت ارخص ما شافت عيني. طالع بيتكلم في البوست دوت وعايز يجيب الناس الغلابه المغتربين اللي في بلاد بره نفس رمضان صبحي ولا قاعد في مخزن ولا بيشيل ولا بيطلع يوزع طلبيات على فنادق ومطاعم ولا بيروح يغسل صحون ولا بيشيل في مجاري ولا بيبيض ولا بيهد ولا بيشيل ولا شغال في المعمار. يا عم هاني يا جرجير ولا عمرو يا جرجير انت ماشي. رمضان صبحي كان معزز مكرم وجبناه بالدولار من انجلترا بعد ما مشيناه، بعد ما تمارض ومشى ايام محمود طاهر. رجعناه تاني باكتر من 2 مليون دولار او 3 مليون دولار كمان، وكان بياخد مش اقل من 6 7 مليون في السنة. لما تديني انت 6 7 مليون واسيب بلدي وامشي، حقك تطلع تقارني برمضان صبحي. انما لما ياخد الفلوس ويتزود عليه 2 3 مليون ماشي، ويروح الاسيوطي ويبيع النادي اللي فضله وخيره عليه ومحدش يقدر ينكر دوت، حتى هو نفسه ما يقدرش ينكر الكلام دوت، يبقى قليل الاصل، يبقى يستحق مننا كل وحش. لما انت تطلع وتتكلم وترخص من المصري ومن المصريين ومن المغتربين في الخارج، يبقى انت ارخص ما فينا. انت جزمه انت شرف في الرجل ما تتلبس على جزمه. انت اسمك عمرو الجرجيري، انت يعني اكل عيشك ودخلك ومصدرك كله من ان انت تطلع تهين كرامتك وتتهان من الناس وتعمل مشاهدات وتعمل لايكات عشان تقبض فلوس. انت عايش في مصر رخيص وهتموت رخيص. انت عايش، دي مش كوميكس يا جدعان، دي مش كوميكس. ده واحد طالع بيرخص المصري في الخارج، ده واحد المفروض يتحاسب من الدولة، ده واحد بيحرض المغتربين كلهم ال8 9 مليون ولا ال10 مليون يرجعوا مصر. طب لو رجعوا مصر الناس ديت هيقعدوا فين وهيشتغلوا فين؟ ربنا كبير ما بينساش حد وكل واحد وليه رزقه. انما البلد ناقصة دلوقتي يا عم عمرو الجرجيري لما تحرض المغتربين ينزلوا مصر عشان ما يتقارنوش بكلب فلوس محرضهم عشان ينزلوا، وتقول لي اصلك هم راحوا عشان الدرهم الاماراتي ودوت سابوا عشان الجنيه المصري. لا، ده سابوا عشان ملايين. احنا بنسيب بلدنا عشان بلدنا دلوقتي فيها 110 مليون. ال 110 مليون مش هيعرفوا يعيشوا العيشه المتوسطه اللي المغتربين عايشاها، الحمد لله وبفضل الله. انما دايما وابدا مصر هي عندنا كل حاجه. انما دي تطلع يا عمرو يا جرجيري تسخر من المصريين وترخص منهم. المصريين هنا في الخليج او في اي دولة بره مصر بيشتغلوا وبيعرقوا عشان يجيبوا الفلوس اللي بتدخل دولار للبلد، اللي معيشة حضرتك، اللي لولا الدولار كنت انت واشباهك كان زمانكم مفيش. عمرو يا جرجيري احترم نفس اللي جابتك عشان انت مهزأ ورخيص. احترم نفس اللي جابتك ولو لمرة واحدة في حياتك. استرجل وانشف وخليك راجل وبلاش شغل النسوان الرخيصة ديت. حسب الله ونعم الوكيل فيك.